عارف لما تحس انك طول اليوم ماسك الموبايل بتتنقل من فيديو لفيديو، من بوست لبوست، وفي الاخر تلاقي نفسك مش فاكر حاجة؟ ده مش كسل، ده اسمه تعفن الدماغ الرقمي. يعني دماغك اتشبعت بمحفزات سريعة لدرجة انها بقت مش قادرة تركز في حاجة طويلة او عميقة. منصات التواصل الاجتماعي بتتنافس على وقتك وبتستخدم خوارزميات ذكية جدا علشان تخليك تقعد اطول. كل ما تتفاعل اكتر، كل ما المنصات تبعتلك محتوى يشدك اكتر، وتفضل تلف وتلف لحد ما دماغك تتعود على السرعة وتبطل تركز في اي حاجة محتاجة وقت او تفكير. الافراط في الفيديوهات السريعة بتعمل حاجة خطيرة جدا، بيقلل قدرتك على التركيز في المهام الطويلة. يعني لو حاولت تقرا كتاب او تكتب حاجة عميقة تلاقي نفسك زهقت بعد اول صفحة، لان دماغك اتعود على القفز مش الاستقرار. ليه بقى تركيزنا بيقل؟ وليه بنحس اننا مش قادرين ناخد قرارات صح؟ في دراسة حديثة بتقول ان التعرض المستمر للمحفزات الرقمية السريعة زي الفيديوهات القصيرة والتنقل السريع بين التطبيقات بيأثر على الفصوص الأمامية في المخ. ودي مش مجرد معلومة علمية، دي حاجة بتلمس حياتنا اليومية فعلا. الفصوص دي مسؤولة عن حاجات مهمة جدا: التخطيط، اتخاذ القرار، ضبط النفس، والتركيز. فلما نغرق في المحتوى السريع دماغنا بيبدأ يتعود على المكافآت الفورية، وده بيضعف قدراتنا على الصبر، التفكير العميق، وحتى تنظيم أفكارنا. يعني مش بس تركيزك بيقل، ده كمان قدرتك على التفكير السليم بتتأثر، وده بيظهر في قرارات متسرعة، تشتت، وإحساس دائم إنك مش قادر تمسك خيط التفكير. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. يعني وقت الفراغ ده نعمة، بس احنا بنضيعها بإيدينا. في شورتس مفيدة جدا او بتفتح لك باب جديد للتفكير. المشكلة مش في الشورتس، المشكلة في دوامة الشورتس. اللي بيحصل انك تدخل تشوف فيديو مفيد، تلاقي بعده فيديو تاني، وبعده واحد تاني، وبعده، وفجأة تلاقي نفسك اتسحبت في سيل من الفيديوهات ونسيت اصلا انت كنت داخل ليه. والحل رقم 1: درب الخوارزميات. ابدأ تتابع صفحات ومحتوى يشغل العقل، زي وثائقيات، كورسات، او محتوى ديني او تعليمي. كل ما تتفاعل مع الحاجات دي الخوارزميات هتبدأ تبعتلك محتوى مفيد اكتر، وده تدريب غير مباشر لدماغك. رقم 2: اخلق حدود للموبايل. اعمل لنفسك قوانين بسيطة، زي ممنوع الموبايل اول ساعة بعد ما تصحى، وتخصص وقت معين في اليوم للموبايل والباقي لحياتك. رقم 3: استغل وقت الفراغ بحاجة مفيدة. بدل ما تفتح الموبايل جرب تمشي شوية، تكتب أفكارك، تقرأ صفحة من القرآن، تتعلم حاجة جديدة، تتكلم مع حد بتحبه. لما تسيب الموبايل يتحكم فيك بتخسر أغلى حاجة عندك: تركيزك ووقتك وقدرتك على التفكير. خليك واعي وابدأ من النهاردة تعيش حياة فيها عمق،